لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سعادة المحافظ، أيها الحفل الكريم، التميز أصبح عنوانا لنا في إدارة التربية والتعليم بمحافظة القريات، ففي كل عام نتجه بقوة نحو جائزة التميز الوزارية على مستوى المملكة. فقد سعت إدارة التربية والتعليم برعاية التميز بالمحافظة، فكان وجودنا في جائزة التميز يزداد يوما بعد آخر. ففي العام الماضي احتفلنا بالمدير المتميز، واليوم نحتفل بالمدير بعد أن انضم إليه معلم متميز. وهذا العام تقدم للجائزة 11 معلما ومعلمة سينضمون لكوكبة التميز. نحتفل اليوم بفارسين متميزين حققا مراكزا متميزة على مستوى المملكة، وهما الأستاذ عبد العزيز بن سعد الدوسري مدير متوسطة قرطبة من فئة المديرين، ومن فئة المعلمين نحتفي أيضا بالأستاذ عاد بن حامد العنزي مشرف التخطيط والتطوير. باسمكم جميعا نرحب بفارسي التميز ونبارك لهما هذا التميز والإنجاز الكبير. الكلمة الآن لراعي التميز بمحافظة القريات الذي قاد إدارة التربية والتعليم نحو بيئة متميزة تنتج التميز في جميع المجالات. الكلمة الآن لسعادة مدير التربية والتعليم الأستاذ سالم بن محمد الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على محمد المختار خير المعلمين والمبشرين الأبرار. سعادة محافظ القريات أستاذ عبد الله بن صالح الجاسم، أصحاب السعادة مدنيين وعسكريين، حضور الكرام، فارسي التميز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في صرح المشروع العلمي والمعرفة. يشاركوننا منجز من منجزاتنا التي كل يوم ولله الحمد تزداد وتتنوع ويزداد قاضي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عمل أن هذا الحديث موجه لأرباب المهن والأعمال والصناعات ولكل إنسان لديه عمل يحبه الله عز وجل إذا أتقنه. هذا الذي يتقن عملا كبيرا في نظر الناس، الذي يتقن عملا كبير في نظر الناس ومأجور محبوب عند الله. والتميز هو قمة الإتقان. واليوم بفارسين من فرسان التميز في مسابقة شروطها دقيقة ومعاييرها كثيرة. انبغى لها فرسان تعليم القريات بعد أن تنافسوا مع زملائهم على مستوى الإدارة
التي قامت بأهداف الجائزة وعملت على تحقيقها ونشر ثقافة وتنسيق مبادئها. بشرفها عبد العزيز وعائشة بحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى المملكة، عاكسين الصورة الحقيقية لواقع التعليم في هذه المحافظة الغالية على قلوبنا جميعا، التي أصبحت تميز لها عنوان وشعار تعمل على تحقيقه في كل مجال. وقد شارك في منافسات الدورة الحالية 3 مدراء و4 مديرات ومعلم ومعلمة ومشرف تربوي ومرشدة طلابي. نسأل الله أن نحتفي بهم في العام القادم حاصلين على مراكز متقدمة على مستوى. كما نحتفل اليوم ببرساننا عبد العزيز وعلي. سعادة المحافظ أيها الأخ الكريم، لقد تحقق إدارة التربية والتعليم في الدرجات من خلال مقياس الجودة مؤشرات إيجابية بعد أن عملنا كفريق واحد، فانخفضت نسبة المدارس المستأجرة وتوسعنا في افتتاح رياض الأطفال، وزادت نسبة الطلبة الموهوبين، وانخفضت نسبة الغياب الأسبوعي للطلاب. كما ستبنى الإدارة تجهيز مركز للتدريب المستمر والمكثف للطلاب على المهارات المختلفة كالانضباط التحصيلية والقراءة، ويعمل على فريق على رفع نسبة المتفوقين دراسيا من خلال تنمية مهارات. وبعد تناظر سنحقق بإذن الله عاما تلو عام حتى تكتمل المنظومة التعليمية في هذه المحافظة في مجالات التقنية والمبنى المدرسي والمختبرات المدرسية وبرامج الشراكة المجتمعية والتخلص من المباني المدرسية المستهدفة، والاستمرار في مشروع المدارس الجاذبة المعزة للصحة والتفوق لكي ينعم أبناؤنا بتعليم متميز محققين رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وألبسه ثوب الصحة والعافية، في مشروع تطوير التعليم والتحول نحو المجتمع المعنوي، في بناء جيل متمسك بعقيدته ومعتز بقيمه وفيه لقيادته. ولا يكون بهذه المناسبة إلا أن أقدم جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجنوب على دعمها اللامحدود للتعليم البريد، ولسمو وزير التربية والتعليم ونوابه، ولسعادتكم سعادة المحافظ لما نشاهد منكم من اهتمام بالغ بمختلف برامج ومناشط التعليم. وكما نشكر زملائي القائمين على هذا الاحتفال، متمنين أن نحتفل كل عام بأعداد متزايدة من المتميزين والمتميزات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة المحافظ، أيها الحفل الكريم، وجودكم اليوم بيننا فرحة كبرى في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، ففي كل معاني الحب والعرفان نرحب بكم. النشيد الترحيبي والطالب مشعل بخيار الشراب. أهلا وسهلا بالرفاقة والأحباب، إعداد ما هل المقرب رب العود، والله ما قلت انضاهي وكذاب، لو الذي ثبت على الحق داود، لو الذي ثبت على الحق داود. أهلا ما بين جبال وما غاب، لها الوفا والمجد والجود والجاد، أقولها من قلبي مخلص ومرحاب، لها الوفا والمجد والجود والجاد، لها الوفا والمجد والجود والجاد. أيها الحفل الكريم، لقادة الميدان التربوي مديري المدارس كلمة بهذه المناسبة يلقيها نيابة عنهم الأستاذ مسلم مقبل الشراري مدير ثانوية قرطبة.
وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والصلاه والسلام على المعلم الاول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سعادة محافظ القريان الأستاذ عبد الله صالح نجاة، سعادة مدير التربية والتعليم الأستاذ سالم محمد الدوسري، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، زملائي منسوبي إدارة التربية والتعليم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه من دواعي سروري أن ألقي كلمة مدير مدارس محافظة القريان نيابة عنه، معبرا فيها عن شكري لهم لإتاحتهم لي فرصة المثول أمام هذا الجمع الكريم. أيها الأخوة، نجتمع في هذا اليوم المبارك لتكريم زميلين لنا بذلوا الغالي والنفيس من أجل أداء الأمانة في عمله، والله الحمد والمنة. فقد تجاوزوا هذا بكثير وزاد خارج المحافظة ووصلوا إلى أعلى أماكن التكريم بمملكتنا الحبيبة، حيث حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى المملكة بالجد والاجتهاد. فعندما تريد أن تصل إلى رفقة بعيدة لا تستصعب المسافة، ولكن ابدأ بأول خطوة تقربك منه. فجميع من نجح في الحياة هم أناس عاديون في كل شيء إلا في طموحهم، فهم أرادوا الجد، فهم أرادوا المجد، طبعا فهم أرادوا المجد ووصلوا له. نبارك لهم التكريم وأكرر شكري لكم ولهم. ولا ننسى أن نشكر مدرسنا الأول وقائدنا الأول الأستاذ سالم الدوسري على الشيء الكثير الذي بذله من أجل هذه المحافظة. نحن قادة الميدان ونعرف ما يعاني هذا الرجل وما تكبد من تعب لأجل رفعة القريات وأهل القريات وطلاب القريات، طبعا لأن أهل القريات هم طلاب القريات هم طلاب المستقبل. أشكركم وأكرر شكري لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، مع الشعراء نسجل هذا الحدث لنواصل نقرأ الداعية أمامكم وعلى مسامعكم قصيدة شعرية للشاعر محمد طيب علي. القريات وإدارة تربية التعليم والجميع بفرساننا ومتميزينا، والشكر ثم الشكر للداعمين والمساهمين، والشكر الأكبر للمبدعين والمتميزين الأستاذ عبد العزيز الدوسري وعايض عنزي. العلم يبني بيوتا دون عمدان، والجهل يهدم بيوت العز والشان، والحمد لله ملكنا عمر وشيد وارسى من العلم والتعليم بنيان. شوف المدارس كل حي وكل شارع، وفي مملكتنا ترى التعليم مجاني، وجامعات بكل ما تعني الكلمة في كل مدينة وديرة داخل أوطاني، وانشا برامج بها الطلاب وابتعده، وقارنها له من علوم القاصي والداني، ومكافآت على الطلاب وزعها، والدعم واصل لهم في كل الأزمان. هذا أبو متعب وخيره الله يديمه، وادعوا معي له بطولة عمري يا اخواني. ولجيت
اللي سواها تعجز أشعاري عن التوصيف ولساني. وبالعلم حنا وصلنا لقمة العالم، أهدافنا العلم ولنا التطوير عنواني. واليوم جينا نكرم كل متميز والمبدع اللي رسم لوحته بالواني. هذا يطور مناهجنا ويعدلها، وهذا ابتفال للعمل. قال العمر فاني، هم وصلونا الغايات نحققها، واليوم نجني ثمرها بكل بستاني. وتعليمنا من وراء رجال تدعمها في كل مجال وكل ساحة وميداني. واليوم نشكر ونثني الكل من ساهم، واللي تميز لهم شكرا وعرفان. أيها الحفل الكريم، إدارة التربية والتعليم في القريات خطوات طموحة وإنجازات عظيمة تحققت خلال سنوات قليلة، فاهتمت بالبيئة المدرسية والتدريب والتطوير والإشراف التربوي والنشاط الطلابي. فيما يلي عرض من منجزات إدارة التربية والتعليم في القريات. المباني المستقبل. القرية حصلت إدارة التربية والتعليم على المركز الأول في تقليص المباني المستأجرة على مستوى المملكة، فانطلق الطلاب والطالبات يواصلون تحصيلهم العلمي في بيئة جاذبة مجهزة بأحدث معامل التعليم التقنية والمختبرات العلمية، وفصول ذات سعة استيعابية ممتازة وأفنية وملاهب يتحقق من خلالها تكامل العملية التعليمية والتربوية. استوعبت إدارة التربية والتعليم القرية مضامين وأهداف مشروع الخير، مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز الشامل لتطوير التعليم وفق النهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا في جميع المجالات. فكان التفاعل مع خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم، وكان للغة الأرقام وتميزنا حكاية أخرى ومذاق خاص. فترسل إدارة التربية والتعليم في جائزة التميز حققوا نتائج